النصيحة الأولى لكل أخ وثق في أخوه. كل أخ وثق في أخوه. السلام عليكم. الفيديو اللي هتسمعوه دلوقتي ده هو جه قدامي بالصدفة، فحبيت أعلق عليه. فاسمعوا الكلام اللي طالع من الشخص ده. أنا بنتقد الكلام اللي طالع منه، هو مش بنتقد الشخص بعينه. فاسمعوا الكلام وبعد كده هنعلق عليه. النصيحة الأولى لكل أخ وثق في أخوه. كل أخ وثق في أخوه، وهاجر وسافر عشان أكل العيش والغربة اتكتبت عليه. اللهم لك الحمد. أي واحد الله سبحانه وتعالى كتب عليه الغربة يحمد الله عز وجل إن الله رزقه وكتب عليه الغربة، نحمد ربنا سبحانه وتعالى. النصيحة الأولى للأخ المتغرب اللي قاعد في غربة ومتغرب وبعيد من أهله وبعيد من ناسه. أول حاجة نصيحتي ليك، أخوك بيتعلم وإنك أنت تقوم بدور البطولة وتعمل نفسك بطل وإنك أنت تساعد أخوك في الزواج وتساعد أختك في الزواج وتساعد أخوك في التعليم عشان يتعلم، وإنك أنت بطل وواخد دور البطولة وإنك أنت عملت ما اللي انت ما عملتوش. اول صدام يا حبيبي هيقول لك انت ما عملتش حاجه، وايه اللي انت عملته اصلا وانت كنت صايع برا. احتوا الكلام اللي قاله الراجل ده. انا بالمناسبه انا شفته قدامي بالصدفه. اركن الكلام ده كله كده على جنب، واللي انا هقوله لك ده يعلم ربنا ان انا بقوله لك لمصلحتك. محدش هيقف جنبك زي ما اخوك هيقف معاك. محدش فينا عارف الرزق اللي ربنا بيرزقه لاي حد فينا بيرزقه لك ليه. ممكن يكون ربنا بيرزقك عشان اخواتك، ممكن يكون ربنا بيرزقك عشان خاطر اخت ليك هتتجوز. سفريتك اللي انت مسافرها او الرزق اللي ربنا بيديهولك ممكن يكون عشان خاطر حد من اخواتك. فصدقني مفيش حد في الحياه دي مهما كان قريب ليك هيقف معاك زي ما اخوك هيقف معاك. انا بشوف ان فيديو زي ده بيعمل فتنه ما بين الاخوات، بس في ناس كتيره بتلعب على العاطفه بتاع الناس. فيديو نازل في وقت معين، مشاكل كتيره والحياه بقت صعبه على ناس كتيره، ففيديو زي ده ينزل في وقت معين فانت تسمعه فتبدا تنفذه على اخواتك. صدقني مفيش حد في الدنيا دي هيقف معاك زي ما اخوك هيقف معاك. لو اخوك محتاج فلوس للدراسه فاديها له، انت الكسبان. لو اختك محتاجه انها تتجهز فجهزها وانت الكسبان. ان ده انت مش بتعمل ده، مش بتجب عليهم، ده بالمناسبه ده واجب عليك. بس ربنا بيرزقك في الحياه دي ممكن يكون عشان حد معين انت بتساعده، ايا كان الحد ده قريبك ولا لا. بس اخوك ثم اخوك ثم اخوك. ما تخليش حد ياخد الفرصه ان يفرق ما بينك وما بين اخوك. شاير لاخوك وقول له انت السنه دي انت ظهري في الحياه دي. مهما كان ما بينك وما بين اخوك مشاكل، محدش هيقف جنبك اكتر من هو يقف جنبك. مهما كان ليك ناس اصحاب ليك، اخوك ثم اخوك ثم اخوك. انا بشوف فيديو زي ده بالمناسبه سيء جدا، ودي الحاجات اللي بتلعب على العاطفه بتاعت الناس، ان في مشاكل ما بينه وبين الاخوات. انزل لك فيديو زي ده فممكن حد معين ياخد بيه. صدقني اخوك هو اللي هيقف جنبك مهما كانت ظروفك عامله ايه. السلام عليكم، اشوفكم على خير.